ايه السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه، قال انا جعان قوي قوي. الفيلم ده مش لكل الناس، ومش لازم كل الناس تتفرج عليه. ايوه. البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ده واحد من اكتر الافلام اللي على هايب السنه دي، وانا استنيته بشكل كبير جدا عشان ينزل المشاهده المنزليه، واخيرا شفته. وبكل صراحه الفيلم مش مناسب لكل الناس. لما انت عشان شكلك عبيط وهتودينا في داهيه، عرفت؟ بس الحاجه اللي مناسبه لكل الناس ان انت تنزل تعمل لايك واشتراك في القناه دلوقتي عشان تقدر تكمل معانا بقيه الحلقات الجايه. تتفرج بقى على الحلقات القديمه عشان هتهلك من الضحك. يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. بص يا عم، الفيلم فيلم مهرجانات صريح من اول مشهد لغايه اخر مشهد. هو بيقول لك انا فيلم مهرجانات. فهل هو فيلم وحش؟ لا، جبارة. هو فيلم حلو، وحلو جدا كمان، وفي نفس الوقت هو فيلم مش حلو. والله كانوا الدنيا مش وحشه، بس مش حلوه، يعني هي مش مفهوم. هتقول لي يعني بص، تعالى كده وبالراحه. اول حاجه كده، الفيلم بيحكي عن حسن ده بيتورط في مشكله بسبب الكلب بتاعه اللي هو رامبو. بيحاول ان هو يلاقي منفذ او حل لخروج رامبو من المشكله دي، وفي نفس الوقت يخرج نفسه منها. مش عارف تبقى قد الشعب ومش عارف تحل مشاكلك. فبيلجأ ان هو في اخر الفيلم ان هو يعمل حاجه وتعتبر اسقاطه كبيره للواقع بتاعنا عشان نقدر نخرج منها من مشاكل. القصه بسيطه جدا، ولكن وراها رمزيات كتير وعميقه بشكل كبير جدا. احمد ربنا. عدم الفهم مريح. في نفس الوقت الفيلم بيعمل اسقاط على الواقع، والفيلم واقعي بشكل كبير. فيلم بيعكس المجتمع بشكل ممكن تنزعج من كتر الواقعية او من كتر البؤس الموجود في الفيلم. هو حضرتك بزرار؟ هي بتجيب الدموع دي كلها منين؟ ومن غير ما يزعق ومن غير ما يوعظك، هو الفيلم بيديلك الصورة بشكل كامل. التمثيل في الفيلم في افضل حالاته. عندك عصام عمر، واحد من اجمل المواهب الجديدة اللي ظهرت في الشاشة. ممثل شاطر جدا من اول بالطو، اذا كان في سيكو سيكو، اذا كان في البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. انا عملت كل ده. الثلاث اعمال قدمهم بشكل كبير وشكل حلو، وكلهم مميزين. وقدم دوره في الفيلم ده واختياره للدور كان مميز بشكل حلو جدا. يلا بينا. رقين سعد، افضل ممثلة جيل جديد ظهرت في اخر 5 سنين من وجهة نظر. ممثلة شاطرة جدا، صادقة جدا في مشاعرها. اتفرج عليها في ريفوز، كان في الجزء الاول او التاني، هتحبها بشكل كبير جدا. الله. رقين من اشطر الممثلات، وقدرت تنقل الدور ده لشكل مختلف وشكل جميل جدا. ونيجي للكاست واختياره. الكاست كله متنقي على الفراز، من اول احمد بهاء بتاع فريق شارموفرز اللي كان دوره جميل. استاذة سلمى واحدة من افضل الممثلات في الوقت الحالي، فيعتبر كتمثيل الفيلم لا يعلى عليه. طب ما انت انا عمال اقول لك ان الفيلم حلو، فين المشكله؟ ولا شوف لنا نحط دي فين. اقول لك فيلم ما تزعلش. زي ما قلت لك، الفيلم مش معمول ان هو يكون فيلم ترفيه، فيلم معمول عشان يكون فيلم مهرجانات. مش محتاجه حاجه يعني. فالايقاع عندك بطيء بشكل كبير جدا. الفيلم مهتم بشكل كبير جدا بالاخراج والصوره والرسائل والرموز، حتى لو جه على حساب المتعه والحماس والايقاع. يوم الحزن ده الفيلم تقيل، محتاج ان انت تفرغ له وقت وتفكير وتبقى مركز في كل مشهد وكل كادر. مش محتاج ان انت تتفرج عليه وانت بتاكل ويضيع منك مشاهد او حوارات. فعشان كده الفيلم تقيل جدا. هو ده اللي انت فالح فيه. الخلاصة في النهاية، الفيلم ده مش لكل الناس، خلينا نبقى صراحة للموضوع ده. ولكن لو اديته فرصة واديته وقت، تكتشف ان هو تجربة فنية ممتازة ومحترمة جدا. الاخراج والكتابة والتمثيل في افضل احوالها. يا سلام يا اخويا. ممكن كمان يعتبر واحد من افضل الافلام اللي انت ممكن تشوفها خلال اخر 3 سنين. في النهاية ده كان هبدي، وما تنساش ان القناة دي اسمها هبدأ او ريفيوز. لو انت بقى عامل لها اشتراك في القناة هتنبسط بقى، لان فيها ابدات قديمة جامدة. دورك بقى تقول لنا رأيك في فيلم بحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وتعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس. شكرا.